فاكر لما اتكلمنا عن الخليج العربي وقلنا عليه في الاول ان هو عباره عن شويه ميه سخنه كده في الصحراء، لكن لما قربنا منه لقينا بيئه قويه وغنيه. السيناريو بالظبط بيحصل في خليج كاليفورنيا، بنشوف فيه مخلوقات مدهشه وغريبه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناه السمك في اسكندريه، معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنحكي الفيلم الوثائقي واحة المحيط، واللي بيتكلم عن الحياه البريه الموجوده في باخا كاليفورنيا اللي موجوده في المكسيك. اول حاجه هنشوفها هي الحيتان الحدباء، واللي موجوده بكميات كبيره جدا وبتاكل كميه كبيره جدا من العوالق، واحنا اتكلمنا عنهم بالتفصيل قبل كده في المحتوى بتاعنا. كمان الدولفين اللي بيكون موجود هناك بكميات كبيره جدا، تقريبا عشرات الالاف، يبدا يتغذى على اسراب السردين وهي بتنط منه فوق سطح الميه. طبعا المشهد ده بيجذب الطيور البحريه زي النورس. النورس برضو بيجي المكان ده باعداد ضخمه جدا للتكاثر، وبيكون مهاجر من اماكن بعيده جدا زي كندا. مش بس النورس ده، كمان طيور الستيرنز بتيجي من اماكن بعيده جدا زي تشيلي وبرو باعداد ضخمه، ممكن توصل لنص مليون طائر. تخيل كده 500 الف طائر يجوا مره واحده، كمان مع وجود طائر النورس. لا ومش بس كده، هو اصلا بيكون خايف ان اي حاجه ممكن تفترسه، فهو اصلا بصراحه طائر مستفز جدا. يعني هو نص مليون طائر الستيرنز دول، ويجوا يعششوا وسط النورس. يعني انت شايف كده الصوره قدامك، النورس هو اللي غامق اللي بره، والستيرنز اللي هو اللي جوه اللي لونه فاتح. طبعا الحركه دي بتستفز النورس جدا، وعنده حق بامانه. فاي طائر منهم وهو جاي بيبدا ان هو ياخد منه اتاوه. خد يلا اللي في بقك ده، هات السمكه اللي في بقك دي. الاجمالي طيور النورس والستيرنز بيصطادوا في اليوم 65 طن سمك. نرجع تاني للبحر، في انواع كتيره من القروش بعضها مسالم جدا جدا زي قرش المطرقه، وهو مسالم جدا اللي هو مش بياكل غير الحيوانات الرخويه زي الصبيط. بعضها شرس زي القرش الرمادي اللي هو تقريبا بياكل كل شيء قدامه. حتى انت لو خدت بالك في الصوره دي باحثه نازله تدرس القروش، فكل شويه قرش منهم بيحاول ان هو يجس نبضها كده، شوفها هتيجي معاه ولا لا. وهي طبعا بتحاول ان هي على طول تزقهم بايديها. اما لو فزعت وجالها حاله هلع، يبقى في الحاله دي 100% هيهاجم عليها. يقول لك بالنهار انا ممكن اقدر اسيطر عليهم واقدر ازقهم واتجنبهم، لكن في الليل بيبقى عندهم نشاط زايد وبيتحركوا بسرعه اكبر بكتير. سبحان الله، بتنزل الخليج بالليل وسط القروش وقال مش جاي لها قلب تمشي وراهم. برضه انت لو خدت بالك وهي بتشرح بتقول لك انا نزلت، فالقرش بيحاول يجس نبضي بيقرب ناحيتي، فانا زقيته فهو مشى، فالدنيا ماشيه. طب القصه دي يا جماعه عامله بالظبط زي ايه؟ عامله بالظبط زي ما انت تكون نازل الشارع وتلاقي كلب. انت نزلت الشارع دلوقتي فلقيت كلب، الكلب ده وارد ان هو يكون مسالم، صح؟ يعني انت لو مشيت في حالك مش هيقرب لك، وارد ان هو يكون كلب شقي يحاول يهوهو عليك ويشوف رد فعلك، فانت لو طنشت وثبت قدامه برضه هيسيبك في حالك. اما لو فزعت وجريت ممكن يجري وراك، وممكن لا قدر الله يعضك. في كلب اصلا بيكون مسعور، عنده داء السعر، هو اصلا عنده مشكله ما يقدرش يقعد مع وسط الكلاب التانيه. يعني بتلاحظ دايما الكلاب قاعده مع بعض، لكن الكلب المسعور بيكون لوحده، وده كلب ملوش امان وعايز يهجم على اي حد بسبب ومن غير سبب. نفس الكلام بالظبط في القروش. يعني انت لو انت ماشي في حالك وهي في حالها مش هتقرب لك. وفي انواع من القروش بتحاول تجس نبضك تشوفك انت هتفزع ولا مش هتفزع. في قرش اصلا بيكون مريض، هو كده كده هيهجم على اي حاجه قدامه. نرجع تاني لموضوعنا، بيقول لك هي بالليل بتنزل تشوف اسماك القرش وبتحاول انها تتجنبها. وتقول لك في الليل عامه حياه مختلفه تماما عن بتاعه النهار، وبتبدا تظهر بعض المفترسات زي تعبان المرينه اللي هو اصلا مش بيعتمد على حاسه البصر خالص في الصيد. كل اعتماده الرئيسي 100% بيعتمد على حاسه الشم بتاعته. يبدا يصطاد اي سمك متخفي في الصخور في النهار وعلى الشط. في حيوانات تانية بتيجي بهدف التكاثر زي فيل البحر اللي بيهاجر مرتين في السنه من شمال المحيط الهادي لحد باخا كاليفورنيا، ودي مسافه قرب ال 10000 كيلو متر. طبعا بيقسموا الشاطئ، بيبداوا يعملوا مناطق للتزاوج، كل منطقه فيها ذكر مهيمن. طبعا كل الاناث اللي في المنطقه بتاعته تبعه، لو اي ذكر تاني يحاول يخش عليه منطقته طبعا بيحصل صراع بينهم، واللي يفوز طبعا بياخد المنطقه بالاناث اللي فيها. غالبا الاضخم حجما هو اللي بيفوز. رغم انها مخلوقات مرهرطه وتبان ان هي جيلي قوي في نفسها، لكنها مفترسات قويه جدا. الناس بترضع الصغار بحليب غني جدا، سبحان الله. الحليب ده له خصائص مميزه جدا لدرجه ان الصغير بيكبر 4 كيلو في اليوم الواحد. في نوع كده من انواع الطيور كده شبه الصقور، غالبا بتبقى منفرده وعايشه لوحدها، لكن هناك بتعمل احشاش قريبه جدا من الشاطئ لدرجه ان هي في حدود 100 متر بعد عن الشاطئ. وبتبدا في اصطياد السمك، ويمسكوا السمك يقطعوه حتت صغيره وياكلوه لعيالهم. غريب في الموضوع سبحان الله ان الصغار بتتخلص من الفضلات بره العش بطريقه غريبه جدا، انا عن نفسي اول مره اشوفها. نرجع تاني موسم التزاوج جوه الميه. اسماك الكريولي بتتكاثر بشكل غريب جدا، بيجوا كل مجموعه من الذكور مجموعه من الاناث يرموا البيض واللقاح في نفس المكان بالظبط ويتفرقوا. طبعا ده بيخلي البيض عرضه للافتراس، زي اسماك الماكريل اللي بتبقى مستنيه اصلا اللقطه دي. بعد ما الماكريل ما ياكل ويشبع كتير منهم بيعيش. مثلا اسماك الشاويش عندها طريقه تانيه خالص، وهي ان بعد ما يحطوا البيض الذكر والانثى يبدا الذكر هو اللي يحمي البيض. تخيل يقعد اسابيع على بال ما البيض ما يفقس، هو ما ياكلش وما يروحش في حته، قاعد جنب البيض بيحميه، مع ذلك بيتاكل برضه منه كتير. الشعاب المرجانيه هنا عامله زي المدينه بالظبط، لازم تخلي بالك وانت بتعدي الطريق احسن تتشفط. لكن الحياه هنا مزدهره جدا بسبب العوالق اللي في الميه. تلاقي مخلوقات غريبه جدا زي الهلاميات المشطيه اللي موجوده في الصوره دي. قنديل مثلا عنده لوامس فتاكه وطويله جدا وراه، بيستخدم اللوامس دي في انه يجمع العوالق، رغم ان اللوامس
الناس دي محدش يقرب لها، لكن مثلا تلاقي سمكه زي سمكه الملاك جايه بتقطم في اللوامس بتاعته. غير العوالق في سر تاني لقوه البيئه دي، وهي وجود حاجه اسمها المايسيدز اللي هي في الصوره دي كده، وهتلاقيها طالعه كده من الشعاب المرجانيه عامله زي التراب. المشكله المايسيدز دي ما تقدرش تعيش غير في ميه شديده البروده، بسبب الميه اللي هي شديده البروده دي كده مفيش تبخير لميه البحر، مفيش رطوبه ولا مطر، بيئه جافه تماما، فتلاقي اليابسه قاحله تماما والحياه فيها ضعيفه جدا. مخلوقات كلها بائسه زي فار الكنجرو اللي احنا بنقول عليه يربوع، ده مش بيشرب نهائي ولكن بيمتص الرطوبه من الاكل اللي هو بياكله. بعض انواع الافاعي برضه هناك ما بتشربش نهائي، نفس الكلام بتمتص السوائل من الفرائس بتاعتها. وبعض انواع الصبار بتتكاثر مره كل 300 سنه، ولو قدر يجمع نقطه ميه من البيئه اللي حواليه بيخزنها جواها كانها ذكرى. طبعا كل الكلام ده في الصحراء اللي حوالين المحيط، لكن لو بعدت شويه وطلعت مرتفعات تلاقي الدنيا حلوه، في نبع ميه ونخيل ونباتات، حتى طائر الطنان عامل عش وبياكل صغار. وسط المشهد الجميل ده تلاقي رسومات على جدران الكهوف هناك من اول جيل عاش هنا، راسمين الحوت الاحدب واسماك الشفنين، دليل ان هم احترموا البيئه دي وتاثروا بيها. لكن الانسان في العصر الحديث اتعود ان هو يهين المخلوقات دي ويقتل فيها بسبب ومن غير سبب. ذات الحيتان الحدباء كانت بتخاف على عيالها من مراكب الصيد او من المراكب عامه، فكانت كل ما تشوف مركب في الخليج كانت بتضربه وتكسره وتوقعه. الانسان اعتبر الحوت الاحدب ده مخلوق شرس ولازم يهاجمه كل ما يشوف. لكن من 30 سنه حصل حاجه غريبه جدا مع صياد محلي، وان هو كان بيصطاد وفجاه لقى حوت احدب طالع حاطط راسه على مركب الصيد بتاعه اكنه عايز يتعرف عليه. وبعد كده انتشرت ثقافه ان الحوت الاحدب ده مش شرس، بالعكس ده هو اصلا يعني عنده شغف للانسان ونفسه ان هو يتعرف على الانسان، بمعنى يعني ان هو يتفاعل مع الانسان. انتشرت الثقافه دي واصبح سكان المنطقه بدل ما كانوا بيقتلوا الحيتان الحدباء، لا بالعكس بقوا بيجيبوا السياح عشان خاطر يتفرجوا على الحيتان الحدباء دي، وبقت مصدر دخل ليهم. يا رب المحتوى يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.